ولو جالك برد ومخلي جسمك مكسر، بتكح، بتعطس، مش قادر تقوم من على السرير، حلك هي مجموعة البرد وهتبقى زي الحصان. لو عاوز تدمر صحتك وتضيع فلوسك وتتعرض لأمراض خطيرة، يبقى عليك وعلى حقنة البرد. ساعات لو الصيدلي حنين يقولك لا ما تاخدش حقنة البرد، دي ضارة جدا وتعمل لك مشكلة، خد مجموعة اسمها اقراص البرد، ودي في شكل اقراص بدل من الحقن. وطبعا الصيدلي اللي عنده ضمير لو جه قال لحضرتك ده غلط وما ينفعش وما يصحش، حضرتك هتسيبه وتنفض له وتروح لمكان تاني. فالصيدلي المحترم ده بيضطر اسفا يطلع لك اللي حضرتك عايزه. هي اصلا مجموعه البرد دي بتتكون من ايه؟ هي حقنه ثلاثيه فيها 3 مكونات. اول حاجه الكورتيزون ديكساميثازون من الصيدليه مثلا، تاني حاجه هو مسكن زي الديكلوفيناك، تالت حاجه هو مضاد حيوي. عيوب الحقنه دي كارثيه جدا. اول حاجه الكورتيزون بيزود السكر، بيزود الضغط، بيقلل المناعه، بيعمل هشاشه العظام، وبيعمل حاجات تانيه كتير. تاني حاجه المسكن بيعمل فشل كلوي وتليف في الكبد وقرحه في المعده. وكمان المضاد الحيوي، المضاد الحيوي ده لوحده كارثه، هو ملوش اي لازمه في دور البرد. ليه ملوش اي لازمه؟ علشان المضاد الحيوي ده ينفع يشتغل مع بكتيريا، انما البرد هي عدوى فيروسيه مش عدوى بكتيريه. كارثه من الكوارث اللي العالم كله بيعيش فيها وهتبقى كارثه في المستقبل القريب، هي مقاومه المضادات الحيويه. اخذ المضادات الحيويه عمال على بطال بدون استشاره الطبيب، ما كملش الكورس كله، ده كله بيخلي فيه كارثه. لما انا لا قدر الله جالي مشكله عدوى بكتيريه، اجي اخد المضاد الحيوي ما يشتغلش، نجرب مليون مضاد حيوي برضو ما يشتغلش، للاسف ده بينهي بالموت. طب انا لو عندي برد وجسمي مكسر وورايا شغل كتير اعمل ايه؟ كل اللي انت مطالب انك تعمله انك تاخد سوائل كتير وترتاح في السرير. ولو انت مشغول ولازم تروح مشاوير ضروري، خد مسكن امن زي الباراسيتامول، وخد اي مضادات من مضادات الحساسيه الموجوده في الصيدليه، هتبقى زي الفل. وانا كمحمد كتجربه شخصيه لما بيجي لي برد باخد اقراص اسمها تراي ميث فلو، ده فيه مسكن ومضاد الحساسيه، ده لما باجي اخده بيخلي الدنيا كلها